سعيد بأن يلقي كلمة موجزة تليق بالمقام من حيث الحضور ومن حيث الوقت، وأنا لن أكون أكثر من كثيرين من الأخوة أراهم يعرفون هذا الموضوع كثير معرفة جيدة يتعلق بالإسلام السياسي والنصيري. بإيجاز أقول أن مشروع الإسلام السياسي مشروع تديني وليس مشروعا دينيا، بمعنى يوظف الدين ويضعه إيديولوجيا ويقتحم به المجال السياسي متسترا بالدين ليقضي على آلة دنيوية. أما المشروع الناصري الذي انطلق من مبادرة شخصية بقيادة جمال والذي اشتهر بأبيه أكثر عبد الناصر، وتطور ليتحول إلى تجارب في النضال الوطني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وطنيا وقوميا وعالم ثالثيا وحتى عالميا، وأصبح مع الثمانينات والتسعينات محاولة نظرية عرفت بنظرية الثورة العربية، ولكنها تطورت أكثر وبلغت إلى غايتها القصوى مع تجربة جماهيرية فريدة في العالم. نحن فشلنا كعرب في احتضانها، ولكننا واثقون أنها ستسود العالم. المشروع الإسلام السياسي محدود، يرتكز على عقيدة خرافية كهنوتية تجعل من الله إنسانا إقطاعيا مستبدا يكتنز المال ويؤوي في بيته العديد من النساء ويحجبهم وينجب الأولاد ليفجروا ويدمروا في الكون. وهذا مناقض للعقيدة كعقيدة كدين. الفكر القومي والناصريات لا أحصرها في كتاب ولا في شخص، هي فكر مفتوح انطلق من تجارب وطنية محدودة وعانق التجربة والفكر الإنساني السيادي الذي تزول فيه كل أشكال الاستبداد وكل أشكال العسف كما قال صاحبنا عمرو القذافي رحمه الله شهيدا. إذا المشروعان متناقضان لا أجد بينهما أي رابط أي تقارب. هذا مشروع كهنوتي موروث، وآخر مشروع إنساني متجدد متطور محلق في الآفاق الرحبة غايته إسعاد الإنسان. من حيث البدائل الاقتصادية والاجتماعية والمسمات بالتراث بالشريعة نحن نؤمن بالشريعة، ولذلك لا يكون غريبا أن يرفع الشعار في ليبيا الدين شريعة الشرع، ولكننا لا نؤمن بالتدين الإخواني أو السلفي الضيق المقيتي أو الإرهابي أو الكهنوتي. الدين ليس نظرية لا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في السياسة، والدين ليس حلا شخصيا فرديا يختار الإنسان كما يشاء. الدين هو اتساق الإنسان المخلوق من خالق مع هذا الخلق ليبدع فيه ويعمر الكون ويقوم برسالة إنسانية حكيمة وأهداف سامية تقصد بناء السعادة الإنسانية. هو الدين. التدين منظور أيديولوجي قد نختلف معه قليلا أو كثيرا، ولكنه لا يستحيل أن يتحول إلى برنامج حزبي أو سياسي ونجبر الناس على اتباعه أو يقطعون ويصلبون من خلافه.
لذلك نحن بقدر ما ننعى للواقع المتردي والمتراجع عربيا وإنسانيا، فإننا نأمل كثيرا بأن الفكر الصحيح سيسود، وسيادته تعود إلى إيمان الفرد الإنساني الذي عذب كثيرا من الأباطرة الرأسمالية والإقطاع والصهيونية والإمبريالية والاستعمار. إننا نؤمن، بل نؤمن بعصر جماهيري قادم لا محالة. الله أكبر. ولكن يجب أن نؤمن أيضا بأن الأمور لا تأتي بتلقائية ولا ننتظر السوالح، ولكن تتطلب اجتهادا وتعبا ونضالا وكدا. والصدق أساس كل شيء. شكرا. ولذلك أقول أن مشروع الإسلام السياسي مشروع ماضي، حتى وإن عاد لوجود فجوات في التاريخ وفراغات، وإن المشروع الناصري منتصر لا محالة، لأنه لم يفرض فرضا من السماء ولم يفرض من الأرض، بل إنه لصيق للإنسان وقضايا الإنسان في آله وفي حاله وفي عصره. ولذلك أنا أقول أنه ينتظرنا الكثير من أجل إيجاد كل ما يجمع بين المؤمنين بهذا المشروع، والابتعاد عن كل ما تسبب في فرقتنا وحصلت أخطاء وانحرافات. وكثيرون رفعوا الشعار القومي والناصري، ولكنهم للأسف انحرفوا وأخطأوا أخطاء قاتلة. ولكننا كمسلمين نؤمن بالتوبة وبالعون الصحيح لمن مد يده للاستعمار وتحالف مع الله ومع الصهيونية. ما زال الباب مفتوحا قبل أن تحصل الأمور وقبل أن تقول الأمة كلمتها. ولذلك نحن مؤمنون بحرية الإنسان، بصدق الإنسان، برجوعه عن غيه عندما يخطئ. وبهذه المناسبة لا أرى أن المستقبل سيء كما يتبدى الآن، بالعكس الشعوب امتحنت امتحانات عسيرة في ليبيا، في العراق، في سوريا، في كثير من الأماكن الأخرى، ولمست عينيا ما معنى التدين المغروض المنافي لحقيقة الدين وحقيقة الإنسان. وهذه الشعوب العالم ككل لا شك أنها ستعود وتصحح ما حصل دائما من انحرافات لتنتصر في قضية حريتها. الناصرية حرية أول وأخير والسلام.